واش على خونا تبارك الله انكم تكونوا بخير. المهم بالنسبه اللي كيقلب على كيفاش انه ياخذ فيزا لاسبانيا ولا لاي دوله. مثلا حنا اليوم غادي ندويو على اسبانيا، كاين اللي كيمشي عند السمسار وداكشي. هذاك السمسار غير كينصب عليك وكيطلب لك واحد المبلغ خيالي، فانك تبقى تقدر تاخذ الفيزا ديالك غير بوحدك، ولا تاخذ الرونديفو ديال الفيزا ديالك غير بوحدك. مثلا اسبانيا عندها مثلا السيت اللي غدير بي ال اس سبين، ولا المهم سبين موروكو بوان كوم. هذا هو اللوليا اللي عندهم، وكتدخل ليه عادي. واحد الحاجه ما كيردوش لها البال هي انه هاد النوتيفيكاسيون كتطلع لك هنا شنو كيقول لك؟ عاطينك واحد اللعيبات انك خاصك ضروري تقراهم. يقول لك سيتم قبول بطاقه الخصم والائتمان فقط التي تحمل اسم مقدم طلب. يعني انت ملي كتقول لواحد السمسار انه يشد لك داك رونديفو، راه خاص داك رونديفو تشد بالبطاقه اللي البنكير اللي غادي تحذف منها هذاك المبلغ. خاص تكون ديالك انت بالاسم ديالك، ما تكونش شي بطاقه اخرى. وثاني حاجه، نحيطكم علما انه من قدم في وقت تحديد الموعد معلومات مزيفه، يعني انه اللي كيدير واحد المعلومات مزيفه راه داكشي ما كيتقلبش، راه ما غيسمحش لانه باش ياخذ الفيزا. وكذلك يجب ان تكون بيانات مقدم الطلب في وقت تحديد الموعد هي نفسها عندما يقدم طلب. يعني المعلومات اللي غتدخلها في هذا الرونديفو خاص تكون نفس المعلومات اللي غادي تقدم طلب. يعني هنايا بالعربيه كيقول لك انه ما تستعملش شي سمسار اللي غادي يشد لك المواعيد ولا شي حاجه، في حين ان المواعيد يمكن لك تشدو بوحدك. وحتى انهم زادوا واحد الميزات اخرين اللي كتبغي انك تاخذ هذاك الموعد، ضروري خاصك دير واحد السيلفي بوجهك. بزاف ديال السيلفيات، مره وجهك مقاد، مره مايل هنايا، مره مايل هنايا، باش يتاكدوا من مقدم الطلب. انا غادي كنتسنى ان شاء الله يتفتح هذا السيت، وباغي نشد موعد، وغادي نحاول نوريكم جميع المراحل كيفاش انك تشد موعد. دابا راني كندخل، حاولت ندخل ليه بالتليفون وما ما كيعطينيش، فغادي نحاول انني ندخل بالبيسي، وديك الساعه غنحاولوا نشوفوا داكشي بالتطبيق كيفاش انك تاخذ موعد. اذا هنايا دابا ما كيعطيني والو، غنعاودوا ان شاء الله ملي يكون مفتوح ويدخل ليا مزيان غادي ندخل بالبيسي ونوريكم جميع المراحل من تقديم الطلب الى النهايه.